6 فنانين ضد الحجاب، ويسرى الحجاب في البحر أكتر إثارة من المايو، وفاروق الفيشاوي وابنه إحنا ضد الحجاب، منى زكي أنا ضد الحجاب تماما وضد النقاب برضه والناس بتاخد بالظاهر، ورانيا يوسف بتقول يا ساتر هو الطرحة هتزود فيا إيه؟ ده غير الفنانة اللي قالت لا أتمنى، أنا أمي ماتت عندها 80 سنة مش محجبة. فنانين كارهين للحجاب والمحجبات، والفيشاوي الناس بتتحرر من الحجاب والنقاب. كتير من الفنانين بعد ما بيعلنوا اعتزالهم بيرجعوا لطريق ربنا وبيلبسوا الحجاب، لكن ده ما بيعجبش كتير من زمايلهم في الوسط الفني من الفنانين وكمان الفنانات، زي أحمد الفيشاوي اللي أثار جدل واسع بعد ظهوره في بودكاست حوارات مع عباس، واللي قال فيه وهو بيتكلم عن التحرر زي ما سماه الناس بدأت تتحرر من الحجاب والنقاب وبدأوا يعبروا عن نفسهم وعن الفن اللي عايزين يعملوه من غير ما حد يقول حرام. بعد التصريح ده حصل جدل كبير على السوشيال ميديا، والناس بدأت تجيب له فيديوهات قديمة لفاروق الفيشاوي اللي بيهاجم فيها الحجاب. فاروق الفيشاوي قبل وفاته ظهر في برنامج 100 سؤال وقال أنا ضد الحجاب والنقاب، وإن الحجاب حجاب داخلي مش حجاب خارجي، وإن الست المحجبة هي اللي عندها أخلاق ومبادئ وتقاليد، وده أهم بكتير من الست اللي بتحط غطا على راسها. مش بس فاروق الفيشاوي في جيله اللي هاجم الحجاب، لكن فنانات كتير زي حنان شوقي اللي قالت في برنامج قعدة ستات بإن الحجاب ده لبس الشغل، وقالت أنا محجبة قلبا وسمعا وعينا وروحا وكلاما. نيجي للفنانة رقم 3 واللي قالت وهي بترد على سؤال المذيع يا ساتر ليه؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كده مش مستورة؟ هو أنا كده لابسة مايو؟ أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى. ومن إمتى يا جماعة كنا محجبين؟ إحنا المصريين ما كناش محجبين. الحجاب اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر التسعينات، وستات الشيوخ وخاصة شيوخ الأزهر كانوا غير محجبات، وبشوف ده في الصور القديمة وفي أفلام الأبيض وأسود، حتى شوف حفلات أم كلثوم طلع لي واحدة محجبة قاعدة. نيجي للفنانة رقم 4 والأكثر جدلاً في الوسط الفني، وهي إيناس الدغيدي، واللي قالت لا أتمنى الحجاب لنفسي، وأنا أمي ماتت وعندها 80 سنة ومش محجبة وكانت متدينة، ولكن الحجاب ليس له علاقة، وحتى لو الحجاب فرض مش هلبسه لأن في فروض كتير إحنا مش بنعملها. نيجي للفنانة رقم 5 منى زكي، واللي قالت في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور بإنها مش بتخطط للبس الحجاب لأنها شايفة شريحة كبيرة من البنات بيلبسوا الحجاب كزي بس، وإنهم مضطرين يلبسوا علشان المجتمع، وقالت إن المجتمع بيهين المرأة عموما سواء محجبة أو غير محجبة، وده لأن المجتمع أصبح ذكوري جدا، الناس بقوا ياخدوا الدين بالظاهر. ونيجي للفنانة الأخيرة يسرى، واللي أيدت منع المحجبات يدخلوا الشواطئ، وقالت في برنامج المتاهة مع الإعلامية وفاء الكيلاني إنها فكرت في إنها تلبس الحجاب في عمر 17 سنة ولكنها تراجعت، وقالت أنا بأيد قرار منع المحجبات من دخول الشواطئ، ولازم المحجبات يحترموا خصوصية غيرهم، وأنا شايفة الحجاب في البحر أكثر إثارة من المايو. منتظرين آرائكم في التعليقات عن الفنانين اللي اتحجبوا ومضطهدين من زملائهم في المجال الفني.